ناس كتير فاكرة إن سر سيطرة الصين على العالم كله في التصنيع بسبب الأسعار الرخيصة، ودي الفكرة الغلط اللي إحنا واخدينها كلنا عن الصين. ولكن الحقيقة بسبب إن هي عندها سرعة إنتاج ضخم، ممكن إنها تنتج مئات بل آلاف المنتجات يوميا وتتشحن لجميع دول العالم. وهو ده السر اللي مخلي الصين رقم واحد في التصنيع، مش الأسعار الرخيصة بس. وأول صدمة جات لي هناك هي السرعة، عندهم سرعة مجنونة في الإنتاج. الناس دي عندها القدرة إنها تنتج آلاف القطع يوميا بإنتاج ضخم جدًا، وده بسبب التنظيم. في المصنع هتلاقي كل شخص عنده واجب بتاعه وعنده وظيفته اللي يقوم بيها، واحد للفحص، واحد للتغليف، واحد للشحن، كل واحد عارف وظيفته وماشيين بسيستم عسكري. والصدمة التانية اللي هتحصل لك هناك إنك هتلاقي كل مدينة مختصة بحاجة، تلاقي آلاف العمال ومئات المصانع يوميًا في كل مدينة بتشتغل في منتج أو في حاجة واحدة بس، زي مدينة شنزن دي مختصة بالإلكترونيات والأجهزة الإلكترونية في العالم كله. عندك مدينة زي فوشان مختصة بالسيراميك وبالأساس، عندك مدينة زي جوانزو مختصة إن هي بالملابس والأحذية والشنط ومنتجات تانية كتير عامة. عندك منطقة ومدينة إيو مختصة بشكل عام بتجارة الجملة، منتجات مختلفة ومتشكلة. فهتلاقي كل مدينة في الصين مختصة بحاجة، فبالتالي ده بيخلي فيه تخصصية وسرعة في الإنتاج، إن كل الناس عارفة إن المدينة دي مختصة بالحاجة الفلانية، فهتلاقي الجملة فيها وهتلاقي التوزيع وهتلاقي القطاعي وهتلاقي كل حاجة بينجزوها في وقت قليل. والحاجة التالتة اللي هتصدمك هناك إنك هتلاقي التكنولوجيا عندهم داخلة في كل حاجة، هتلاقي مصانع كتير هناك معتمدة على التكنولوجيا وعلى الروبوت وعلى الاي اي في الانتاج بتاعها، عشان كده بينتجوا انتاج ضخم، ورغم كده كل حاجة بالدقة ومحسوبة بالملي. فبالتالي المصانع دي تقدر انها تخلص انتاج واوردرات ضخمة جدا في وقت زمني وقياسي قليل قوي. والصدمة الرابعة اللي هتجيلك هناك وهي الشحن والمواني، هتلاقي هناك الدولة مخصصة ليهم كمية مواني مش طبيعية تشحن وشغالة على مدار ال 24 ساعة. تشوف آلاف الحاويات بتتحرك يوميا من الصين لجميع مواني ودول العالم. وساعتها هتفهم ان الصين مش مجرد مصنع او اتنين او شوية مصانع، الصين عبارة عن منظومة تصنيع كاملة شغالة 24 ساعة تخدم جميع الاوردرات في العالم كله. وبعد ما شفت المصانع دي هناك اكتشفت وعرفت ليه الصين هي عملاق التصنيع في العالم كله، مش بسبب الاسعار وبس، لا، بسبب التنظيم والانتاج الضخم والدقة في العمل وشغلهم اللي بيعتمد تقريبا على شفتات في 24 ساعة. تابعني لو عاوز تعرف كل حاجة عن الصين والتصنيع من هناك، واعمل لايك وشير الفيديو لو استفدت.